بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اشتركت في قناة شبكة المشجع الهلالي على اليوتيوب. نعم اشتركت، وهي مصدري الأول لأخبار الزعيم الملكي. أنت كمان اشترك، ايش تنتظر؟ أهلا وسهلا بكم متابعي قناة المشجع الهلالي، عشاق الزعيم الأزرق. من قلب الملاعب ومن داخل أروقة النادي نأتيكم بكل جديد حول الفريق الأول لكرة القدم. الهلال دائما في الصدارة، ومتابعتكم لأخبارنا تجعلنا نصل بكل التفاصيل لكم، من التدريبات إلى سوق الانتقالات وكل جديد يخص نجوم الفريق. اليوم لدينا مجموعة من الأخبار الهامة قبل مواجهة الفريق المرتقبة، فلنغص معا في التفاصيل. شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الأيام القليلة الماضية دفعة معنوية قوية للغاية قبل مواجهة الفتح يوم غد السبت ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، وذلك بعد أن استعاد الهلال خدمات ثلاثة من لاعبيه البارزين، وهم حسان تنبكتي ولجامي وعبد الله الحمدان، الذين عادوا إلى التدريبات الجماعية بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابات. هذه العودة تمنح الجهاز الفني خيارات إضافية قبل لقاء مهم وحاسم في مشوار الفريق نحو المربع الذهبي للبطولة، وتزيد من عمق التشكيلة وتوازنها بين الدفاع والهجوم. وأكد الجهاز الفني أن عودة اللاعبين المصابين يزيد من المرونة التكتيكية، حيث أصبح لدى المدرب القدرة على تطبيق خططه الهجومية والدفاعية بشكل أفضل، إضافة إلى منح الفريق قدرة على مواجهة أي سيناريو خلال المباراة، سواء على مستوى الضغط الهجومي أو السيطرة الدفاعية. الهلال يسعى دائما لمواصلة نتائجه الإيجابية، ويطمح لتحقيق لقب البطولة وإسعاد جماهيره العريضة التي تتطلع دوما لرؤية الفريق يقدم أفضل مستوياته. وفي سياق آخر، صرح صادق هويدي المدير الرياضي لنادي الخليج ليحسم الجدل حول مستقبل مدافع الفريق مراد عوساوي بعد انتشار العديد من الأخبار التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأوضح هويدي في تصريحاته لقناة 8 أن معظم الأخبار المنتشرة في وسائل الإعلام مجرد اجتهادات صحفية، وأن هناك سرية مهنية تحكم جميع المفاوضات بين الخليج والأندية الأخرى لضمان تحقيق المصلحة العامة دون الكشف عن تفاصيلها. وكان حسين الدبيس مدير الكرة بنادي الخليج قد أكد قبل أيام وصول عرض رسمي من الهلال للتعاقد مع هوساوي، ما جعل التكهنات تتزايد حول انتقال اللاعب المحتمل. ويقدم هوساوي مستويات مميزة جدا هذا الموسم تحت قيادة المدرب جورجيسيو دونيس، حيث يعتمد عليه الفريق بشكل أساسي في خط الدفاع، ويعد أحد أبرز عناصر الخليج وأكثرهم ثباتا في الأداء خلال منافسات دوري روشن، وهو ما يجعل الهلال يراقب ملفه عن كثب مع استمرار التكتم على أي تحركات رسمية حتى الآن. وافق الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على رحيل أحد لاعبيه الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويبحث الهلال في الوقت الحالي عن الاستغناء عن عدة لاعبين من قائمة الفريق خلال يناير المقبل مع التعاقد مع بدائل من دوري روشن لتعزيز صفوفه. وأكدت مصادر صحيفة الميدان الرياضي أن إنزاغي أقر برحيل عبد الإله المالكي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، معتبراً أن فرصته محدودة في ظل تواجد عناصر قوية في خط الوسط مثل ناصر الدوسري ومحمد كنو إلى جانب روبن نيفيز وسيرجي سافيتش. وفي الوقت نفسه وضع المدرب الإيطالي مراد هوساوي لاعب وسط الخليج كخيار أساسي لتعزيز وسط الهلال مع توقع حسم الصفقة خلال الأيام القادمة. من جانب آخر، كشف الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر عن أسباب تعثر بعض صفقات الهلال أو صعوبة حسمها، مشيراً إلى أن أي لاعب يرغب في الانتقال للهلال يواجه صعوبات سواء من ناديه الحالي أو المنافسين أو محاولات التخريب، في حين أن الأندية الأخرى غالباً ما تتعاقد مع لاعبين بسهولة. وأوضح الجاسر خلال ظهوره في برنامج سجال أن الإدارة الهلالية تتحمل جزءاً من مسؤولية التعقيد، مشدداً على أهمية إجراء مفاوضات سرية مع الأندية واللاعبين لضمان الاتفاق على المبلغ والشروط قبل الإعلان عنها. وأضاف أن أي تسريب أو نشر للعروض على منصات التواصل يعطل الصفقة، وهو ما حدث مع لاعب الخليج مراد هوساوي، ما أخر حسم انتقاله إلى الزعيم الأزرق حتى الآن.
الهلال دائما يسعى للتميز، واستعادة لاعبيه المصابين يمنحه دفعة قوية نحو تحقيق الألقاب، بينما تظل متابعة ملفات الانتقالات والصفقات الجديدة أولوية للجهاز الفني والإداري لضمان استمرار الفريق في المنافسة على جميع الأصعدة. الجماهير الهلالية على موعد حافل بالإثارة والتحدي، ونعدكم بأن نوافيكم بكل جديد فور حدوثه، فالهلال دائما في القمة، وروح الانتصار تسكن قلوبنا جميعا. فلتبقوا معنا ولنرفع علم الهلال عاليا، ولنواصل دعم زعيم آسيا بكل فخر وشغف. تغالي روبن نيفيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على إدارة النادي حول العرض الجديد لتمديد عقده مع الفريق، وينتهي عقد نيفيز مع الهلال في يونيو المقبل، ويدخل اللاعب في الفترة الحرة من عقده ببداية يناير المقبل. وهناك رغبة قوية من المدرب سيميوني إنزاغي المدير الفني لفريق الزعيم في استمرار اللاعب البرتغالي. أكد الإعلامي الرياضي حمود القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس خاص يتجه روبن نيفيز إلى قبول عرض الهلال لمدة 3 مواسم، والإعلان قريبا بإذن الله. نصر تطورات مثيرة في الساعات القليلة الماضية، وذلك فيما يتعلق بملف التعاقدات الشتوية المرتقبة وتجديد عقود بعض اللاعبين. النصر يسير بشكل رائع في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وتحديدا في مسابقتي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2، وذلك رغم نكسة الفريق الكبيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين. وفي هذا السياق كشف موقع 63 سكورز مساء يوم الخميس عن تعثر مفاوضات نادي النصر مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026 بشكل رسمي. الموقع أكد أن المقابل المالي كان السبب الرئيس في تعثر المفاوضات، حيث اشترط اللاعب رفع راتبه السنوي بشكل كبير للموافقة على التجديد مع النصر. مزاد سعودي للتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش. لم ينتهي الأمر عندما سبق موقع 63 سكورز فجر مفاجأة كبرى بخصوص مستقبل النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش متوسط فريق النصر الأول لكرة القدم حال عدم التجديد مع قلعة العالمي والرحيل في صيف 2026. وأعلن الموقع رغبة أكثر من ناد سعودي في التعاقد مع بروزوفيتش بشكل رسمي، وهو ما يؤكد أن ليس عملاق الرياض الهلال هو المهتم به فقط. وأوضح الموقع أن أندية دوري روشن السعودي تنتظر دخول النجم الكرواتي الفترة الحرة من عقده مع الفريق النصراوي من أجل تقديم عروض مالية مغرية لإقناعه بالانضمام إليه. أيضاً تحصل مارسيلو بروزوفيتش على عدد من العروض الأوروبية، حيث قيل سابقاً أن العملاق الإيطالي يوفنتوس على رأس المهتمين به.